عمرك سألت نفسك قبل كده ليه لما تيجي تعمل زوم من الواحد اكس للاتنين اكس او التلاتة اكس بتحس ان الكاميرا قربت جامد، على عكس لما تيجي تعمل زوم من التلاتين اكس للاربعين اكس مش بتلاحظ ان الكاميرا قربت قوي؟ في بعض الاحيان ممكن تفكر ان الشركات بتضحك عليك وبتديك ارقام وهمية، بس احب اقولك ان الكلام ده مش صحيح خالص، وانت اللي بتحسب الزوم بطريقة غلط. طب الزوم او التقريب بيتحسب ازاي؟ خلونا ابسطها لكم قوي بدون اي حسابات معقدة. نفرض ان انت معاك الواحد جنيه ده دلوقتي، والواحد جنيه ده بيمثل الوان اكس زوم. لو احنا مسكنا الجنيه كده وجينا حطينا عليه جنيه تاني، اصبح ان احنا زودنا الجنيه ده الضعف، يعني زودنا النسبة بنسبة 100%. وده اللي بيحصل بالفعل مع التقريب. انت لما بتروح من الواحد اكس للاتنين اكس بتبقى زودت التقريب 100%. على عكس بقى لو انا جيت على الاتنين جنيه دول وحطيت كمان جنيه، انا كده زودت كام؟ كده انا زودت 50% بس، لان الجنيه بالنسبة للاتنين جنيه يعتبر منهم 50%، فانا كده قربت 50% بس. طب لو انا هزود كمان جنيه، عايزك انت بقى تقولها. كده هكون زودت 25% من القيمة الفعلية. وعشان كده كل ما بتعمل زوم وبتقرب مش بتلاحظ ان انت قربت قوي. وعشان ابسطها لك خالص ونقفل الموضوع ده تماما وما نتكلمش فيه تاني خالص، لو انت زودت القيمة لل100 جنيه واللي هي بتمثل ال100 اكس زوم وجيت حطيت عليها 1 جنيه، انت كده زودت 1% بس. واظن ان ال1% بيكون قليل جدا بالنسبة للقيمة الفعلية، فاكيد مش هتلاحظه. وهي دي فكرة التقريب بتاعة الكاميرا، سواء كاميرا موبايل او كاميرا احترافية، فكل العدسات بتتحسب بنفس الطريقة دي. ولو انت بقى عايز تعرف ليه اغلب كاميرات التليفوتو بتيجي في فتحة عدسة بتكون ضيقة جدا، فاعمل لايك واشتراك في القناة عشان تشوف الفيديو اللي جاي.